نعم. طيب ابو صهيبي، عشان نقفل هذا الملف، ملف ديربي جده، يعني كاني يعني استشفيت من كلام وحديث الكابتن نايف هزازي ان في فهمه ما، يعني شاهدنا يقول انه لا نريد الناس اللي تظهر في الشاشات تتحدث، تحدث ان الفريق الاتحادي يمر الان في اسوء ظروفه. تعتقد انه كان يقصد شيئا ما؟ والله فهد، انا اولا يعني عجبني جدا النيو لوك اللي ظاهر به الكابتن نايف، والتسريح اللي واضح انه اعطاها اهتمام كبير جدا وكثير من وقته، ونتمنى انه ايضا يعطي لادائه والمستوى في المباراه مثل ذلك الاهتمام، خاصه وان هذه الاداره اسقاط منك الاتحاديه. ابو صهيب؟ لا لا، هذا واقع. يعني انت شفت ما شاء الله التسريحه والنيو بس لوك ما لها علاقه، ما المشكل لها علاقه، يعني. يعني اللوك ما له علاقه بالاداء. لا لا، انا اقول لك عجبني، يعني لفت نظري، يعني لفت نظري. انت لو طيب. سالتني اعلق على التصريحات كان قلت لك، يعني كان انا سجلت نقاط على كل التصريحات، لكن يمكن وقت البرنامج كنت لا بس حقول انا انه سالتك عن بالنسبه، تصريح نايف. كنت اقول لك بالنسبه وعشان كده جاوبتك، يعني اقول لك الحقيقه. يعني كان اعتقد انه حيعجب الكثيرين النيولوك اللي هو ظاهر عليه، لكن ما عجب احد المستوى اللي كان عليه في المباراه. يعني عموما يعني اعتقد انه هو اظهر شيء من الواقع والحقيقه، وان كان يشكر في الواقع على الجرأه اللي تحدث بها، وقال انه هناك مشاكل كثيره يعيشها الفريق اداريا وفنيا وعناصريا، واعتقد انه هناك الكثير مما يحصل يعني داخل الغرف بالنسبة للفريق الاتحادي بين اللاعبين. ربما عانى بعض اللاعبين، قد يكون نايف عانى في بعض المباريات، قد يكون ذلك يعني شيء مما في نفسه. جميل. لكن برضو التأسف يعني في الواقع المتكرر من لاعب الاتحاد، اعتقد لو كان يعني يباع خلص من السوق يعني تماما، يعني يكفيهم. يعني من بعد مباراة الاتفاق، مباراة آسيا، وكل تصريحاتهم تحمل مثل هذا التأسف للجماهير، التأسف للجماهير. وايضا انتظرونا في المباراه القادمه، انتظرونا في المباريات الكبيره. ما ادري بعد خروج من اسيا، بعد خساره الديربي، بعد يعني المباريات الكبيره متى ستاتي او متى ستكون.